الجول يدور والخطير سفيان بن جديدة في المكان المناسب. هو الهداف والعارف بخبايا المرمى سفيان بن جديدة، هدف ثالث لفائدة فريق المغرب الفاسي. كرة طويلة انطلاقة ديال سفيان بن جديدة. سفيان بن جديدة الحكم كيعلن خطأ، يمشي الكرة هنا التنفس عادي. الحكم طلب مواصلة اللقاء في الوقت اللي بغى يمشي الكرة. تابعنا كان مروان أورو كيرفع الكرة تيجي لاعب سفيان بن جديدة. الحكم كيقول هنا قريب من العملية، وهذا كان تشريف كذلك لحارس مرمى فريق المغرب الفاسي. كرة طويلة انطلاقة ديال سفيان بن جديدة، خروج الحارس تدخل الدفاع، الخطورة كرة في شباك الحارس بدر الدين أبعير. نتابع من جديد تدخل وكرة يعني في طبق تمنى في الوسط. سفيان بن جديدة حاول يخرج من الرقابة اللي مضروبة عليه مرة أخرى. سفيان بن جديدة هذه محاولة، هناك انطلاقة الأسانبي ثقة ديال حميد أحداد، لكن رأسية ديال إدريس الجبري في الوسط. تدخل أسانبي، هذه محاولة لبداية فريق المغرب الفاسي. ترجع الكرة من سفيان بن جديدة، لاعب اللي يصبح عنده ثقة كبيرة وكذلك تحركاته وخصوصا أمام المرمى. كان هناك انطلاقة ديال اللاعب أنس طاهر، هذه محاولة وسط لاعب سفيان بن جديدة كيسدد وتدخل الحارس. مدرسة الفريق 20 سنة تابعوا التسديدات سفيان بن جديدة وتدخل الحارس بدر الدين أبعير. قلت أدم بريكا جميل تابعوا المغرب الفاسي. سفيان بن جديدة لمروان أورو اللي كانوا سابقين فريق المغرب الفاسي بقيمة شمس الدين الشطيبي والعلاوي وتواجد سمير السكروبي وبن الحوجي مدير التقني ومحمد. اتجاه لاعب مروان أورو العرضية الرأسية، تدخل وإبعاد الكرة. كذلك الحضور اللي كان ديال أندية كبيرة في الدوري اللي تابعنا أطواره عبر قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية. لاعب سابق للوداد، لاعب الشباب الطرف الإفراغ، لاعب فريق الزمالك المصري، سقوط الليبي، وكذلك كهرباء الإسماعيلي. لاعب فريق المغرب الفاسي ممتازة، محاولة سفيان بن جديدة يظهر من جديد ويسجل هدف ثاني لفائدة من مروان أورو. سفيان بن جديدة احترم الكرة كيمرر على مستوى اليمنى. هذه محاولة بداية فريق المغرب الفاسي، لكن يستعد القيام بثلاث تغييرات. هذه محاولة سفيان بن جديدة كان خطأ على مستوى إبعاد الكرة مرة أخرى. الجول يدور والخطير سفيان بن جديدة في المكان. هذه محاولة بواسطة لاعب أرتور كيفن، محاولة كيفن أرتور يمرر سفيان بن جديدة وضع كرة أمام اللاعب حمزة أفصال الذي يتمكن من تسجيل هدف.